بينزلوا يقعدوا في كافيه عادي، لا هم بيقعدوا في البيت عادي. اني دخلت فيلم الهوى سلطان، تعالوا اقول لكم ايه رايي فيه علشان لو عايزين تدخلوه، او هقول لكم رايي بشكل عام. اول حاجه الفيلم عجبني، بس انا هقول لكم على العيوب اللي فيه، بعد كده هقول لكم على المميزات. العيوب اللي فيه اول حاجه ان هو بينورمالايز فكره الشرب، يعني بيخلوا فكره الشرب دي حاجه طبيعيه جدا وعاديه، لدرجه ان لما حد في الفيلم ما كانش عارف ايه بيتشرب ازاي او كده، الناس اللي حواليه قعدت تتريق عليه، اللي هو يعني انت اللي فلاح او انت اللي غريب، احنا كلنا عارفين ده عادي. ده رقم واحد. رقم اتنين بينورمالايز برضو فكره ان البنت طبيعي ان هي تروح للولد البيت، والولد بيروح للبنت البيت عادي، يقعدوا مع بعض. وبرده دي فكره مش في مجتمعنا، يعني دي في مجتمعنا دي مش حاجه عاديه. حاجه بقى ان كان في مشهد ما كانش لذيذ خالص ومش مناسب لمجتمعنا برضو ولا لعاداتنا وتقاليدنا وديننا طبعا. حسيت ان المؤلف كروت قوي فكره ان هما تعرفوا على بعض امتى، البطل والبطله. يعني انا عارفه ان هم عارفين بعض من زمان من هم صغيرين، بس عارفوا بعض ازاي وايه اللي حصل؟ طب هي اكبر منه ولا لا؟ عارفين، حاسين ان احنا اتكروتنا كده وفجاه لانهم كبروا وبقوا باست فريندز، بس ازاي قصتهم بدات اتكروتت. ففي حاجات كده كانت بتكروت، على عكس ما في مشاهد بتطول قوي ملهاش لازمه قوي. هو ممل شويه، بس تعالوا في حته ممل دي اقول لكم حاجه. هندخل بقى دلوقتي على المميزات. اول حاجه الفيلم مليان مشاعر واحاسيس حلوه جدا جدا. انا حاسه ان الفيلم كان مود اكتر من هو فيلم. هو مش عايز شويه مشاهد وخلاص وعملوا لك فيلم، لا هم عايزين يدخلوا الشخص في المود لدرجه ان هو يفصل تماما ويحس ان هو بجد عايش معاهم. يعني هم ساعات في المشاهد ممكن يسكتوا، ممكن يقولوا كلام ما تحسوش ان ده ممكن يتقال في فيلم، كلام عادي بيتقال ما بيننا كده. هم قاصدين، هم عايزين يحسسونا ان احنا دخلنا جوه حياتهم بزياده، دخلنا جوه الشخصيات بزياده، فنحس ان احنا الموضوع طبيعي وحقيقي جدا جدا جدا. كميه مشاعر بقى بتوصل لنا واحنا بنتفرج، ما بين ان انا مبسوطه، زعلانه، عايزه اعيط، عايزه ارقص، غيرانه. فهم ميكس مشاعر كده بجد حلو قوي قوي قوي. انا بعد ما خلصت الفيلم ما بقتش فاهمه هو انا وانا بتفرج كنت مبسوطه ولا كنت زعلانه ولا كنت متعاطفه معاها ولا كنت متضايقه منها او متضايقه منه. فهو ميكس مشاعر بصراحه. ممكن ناس كتير تشوف ان هو ممل، شوف ان معظم المشاهد كانت في العربيه، بس انا زي ما قلت لكم هم عايزين يخلونا نحس ان دي الحقيقه، او الفيلم حقيقي قوي طبيعي قوي، مش فيلم ومش دراما ومش او مش مشاهد او مش سكريبت. هي مشاهد طبيعيه وحقيقيه اكتر منها سكريبت. تمثيل الابطال منى شلبي واحمد داوود بجد حلو قوي. طول ما انتوا بتتفرجوا على مشاهد هتقولوا هم ازاي شاطرين كده، بالذات احمد داوود. وسوسن بدر طبعا خطيره. احمد خالد صالح بيمثل حلو قوي، وجهان الشماشرجي خطيره ولذيذه جدا. فهم كلهم على بعض بجد بيمثلوا حلو، وانتوا هتبقوا مبسوطين وانتوا بتتفرجوا عليهم. كان شويه الفيلم كئيب، الاغاني مع المود مع قعدتها في البيت. انا مش عايزه احرق لكم اي حاجه، بس المجمل او المود العام هو كئيب. هتحسوا ان انتوا مقريفين كده شويه. لو جت الفرصه قدام ان انا اتفرج على الفيلم تاني هدخله تاني، لان انا بجد اتبسطت وانا بتفرج عليه، ما كنتش زهقانه، حسيت ان انا عايشه معاهم مش مجرد مشاهده بتتفرج وخلاص. وبس كده، هو ده رايي. فعايزاكم انتوا كمان تكتبوا لي رايكم في الكومنتس، هل انتوا معايا ولا ضدي؟ عموما عادي يعني، حتى لو ضدي مش مشكله، ده فيلم وكل حد بيقول رايه. فعايزاكم تقولوا لي رايكم ايه، ومين دخل ومين لسه ما دخلوش.